السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. ركز واسمع عشان المفيد هتسمعه في الفيديو ده، وهنتكلم في مواضيع كتير جدا جدا جدا. أولها إن حق النادي الأهلي بيجي من هاني شكري. لو تفتكروه، فاكرين لما غلط في جمهور النادي الأهلي؟ حق النادي الأهلي جاء وتم الحكم ضد هاني شكري، وهقول لكم ايه اللي تم في الفيديو. وطبعا هنتكلم عن تمرد، خلينا صراحة، ورحيل وسام ابو علي عن النادي الاهلي، ولكن بشروط وبمزاج وبتحقيق مطالب النادي الاهلي. وهنتكلم كمان عن اخر صفقة اعلنها نادي الزمالك منذ ساعتين، وانضمام احمد شريف، وتلقيح على النادي الاهلي في برومو تقديم الصفقة ببالونة حمراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم أكبر بائس محلي راموس الغلابة. أتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده، على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. أهم حاجة ما ننساش إخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويعيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم امين. والدعاء لوالدي ولاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. ويلا نبدا حلقتنا. في البدايه مش عارف ابدا بموضوع وسام ابو علي، ولا ابدا بموضوع تلقيح الزمالك المستمر في البروموهات بتاعت الصفقات على النادي الاهلي، ولا ابدا بحق النادي الاهلي. لكن خلينا ابدا بان النادي الاهلي جه حقه، وناخد القصه دي على السريع كده من عضو نادي الزمالك الاستاذ هاني شكري. رسميا حرمان هاني شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك من دخول ملاعب الكره لمده 3 أشهر، وغرامه 50,000 جنيه لتجاوزه في حق جماهير النادي الاهلي. فهنا حق النادي الاهلي جه، وحق جماهير النادي الاهلي جه، اللي النادي الاهلي ما استهترش في حق جمهوره لما شخص غلط في جمهور النادي الاهلي. وحق جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي جه بحرمان هاني شكري من دخول ملاعب كرة القدم لمدة 3 شهور، وغرامة 50,000 جنيه. نادي الاهلي لما بيبقى له حق بيمشي وراه، بيمشي قانوني وبياخد حقه، ما بيردش الاساءة باساءة، لا بيعرف ياخد حقه بالقانون، وهو رافع راسه لفوق وصامت. طيب تعالى بقى نخش على قصة وسام ابو علي، ولا معلش نركن قصة وسام ابو علي للاخر دي عشان دي هيطول فيها الكلام، ونخش على صفقة الزمالك الجديدة أحمد شريف، اللي الزمالك فيها بيلقح على النادي الأهلي بشكل واضح. خلينا نشوف الصفقة ونشوف الفيديو مع بعض، علشان احنا في الآخر احنا اللي بنرجع نزعل. بص يا سيدي الصفقة، وبص الفيديو، واحكم بنفسك. اهو ثواني اعلي لك الإضاءة عشان كل حاجة تبقى واضحة. اهو يا سيدي، مش عارف هيبان عندكم ولا لا، بس انا على قد ما اقدر اهو. بس هنا بالونه حمراء اهي، ارميها في الملعب. بس نفسي في الملعب، بس نفسي في الملعب نثبت ان الاهلي بالونه يا عم وكسبوا في الملعب بس. طب الاهلي يا عم بيحط تلميحات كده في الصفقات، وعلى ارض الملعب بيحط في الواقع وفي المواقع. احنا هل في المواقع بس؟ هل الرد في المواقع بس؟ وفي صفقة مدير الفني الزمالك باتريك فيريرا، مشيها باتريك فيريرا علم النادي الاهلي او علم احمر وعليه نسر، وبيتضرب بسهم وبيتداس عليه. لا اعلام الاهلي اتكلم، ولا قناة الاهلي اتكلمت، ولا الاهلاويه اتكلموا، ولا جمهور الاهلي اتكلم، ولا حد طالب بحجب الفيديو ولا ازاله الفيديو ولا معاقبه ولا حساب ولا اي حاجه. حتى في صفقه امبارح بتاعت عمرو ناصر مهاجم الزمالك اللي جاي من فاركو، كان في صوت شوبير
في الفيديو بتاع الصفقه، معرفش ازاي احنا بنحفل على نفسنا ولا ايه، كان شوبير يقدر يوقف الفيديو ده ويحذفه ويطالب فيه بحقوق النشر عشان صوته طالع في الفيديو. كان يقدر يعمل كده، لكن الناس دي دماغها اكبر من كده، مش هنشغل دماغنا بالتفاهات دي. فمحدش اتكلم وبياخدوها بصدر رحب وعادي، يعني مش هندقق، مش هنقف لبعض على الواحده. لكن احنا لما امام فرقع بالنوع بيضه، يا نهار ابيض، ده يتشتم ويتمحي ويتنفي ويتوقف ويتعاقب ويتغرم وما يلمس الكره تاني ويستبعد من منتخب مصر وليله، والاهلي يفسخ عقده وليله. ولا لما الاسعاف، يا نهار ابيض، الاسعاف معروفه ان هي بيضه بخطين حمر، ياه الاعلان اتحذف فعلا ولقطه الاسعاف اتشالت وجابوا لنا عريس وعروسه. ما علينا. فهو محدش يتكلم، محدش قال لك عيب، محدش قال لك اوقف، محدش قال لك ما تعملش، عادي. لان انا مش هشغل دماغي، انا مش على راسي بطحه. الاهلي ماشي بمبدا انا مش على راسي بطحه. اعمل يا عم اللي انت عايز تعمله في البروموهات بتاعتك، بس على ارض الواقع بقى، في ارض الملعب، ايه الدنيا معاك؟ مين اللي في نهايه الموسم كده، مين اللي بياخد البطولات الكبيره وبيشارك وبيروح وبيسافر وبيعمل؟ ده النادي الاهلي. فربنا يستر ونبقى احنا عارفين نرد في الواقع زي ما بنرد في المواقع. نخش بقى على قصة وسام أبو علي. قلت لك أنا ما بزوقش الكلام، وقلت لك أنا بحترم متابعيني جدا، لأن أنا ممكن أضحك عليك وأدي لك كلام متلون وكلام متزوق وخليك بتقول لي يا جامد يا اللي ما فيش منك. لكن أنا قلت لك من البداية وسام أبو علي ضاغط عشان يمشي، وقلت لك من البداية ان وسام ابو علي هيمشي. لان زي ما بقول لك، لما لاعب بيضغط ان هو يمشي، مفيش حاجة اسمها اركنه على الدكة، اخليه شطب كورة، مفيش الكلام ده يا جماعة. لان الاهلي لو ركن وسام ابو علي على الدكة، ما الاهلي هيخسر برضه، الاهلي برضه هيخسر، الاهلي هيخسر كتير. طب بالعكس، انا شايف ان الاهلي كسبان 100%. وسام ابو علي يا جماعه في سنه ونص الاهلي هيكسب فيه حوالي 6 مليون دولار. وسام ابو علي الاهلي جايبه ب1,700,000 دولار. بعد سنه ونص بس الاهلي هيبيعه ب8 مليون دولار. ده غير البنود الاضافيه، ممكن يوصل ل10 مليون دولار، ده غير اعاده البيع اللي هتبقى 20%. فانت جاي بيعه ب8 مليون دولار، يعني في سنه ونص بس انت كسبان فيه 6,300,000 دولار. 6,300,000 دولار في لاعب واحد. فالاهلي كسبان. فقصه اركنوا او اوقفوا عطلوا بطلوا كوره، مفيش الكلام ده يا جماعه. ما الاهلي مش غبي. امال انا ليه انتقدت اداره الزمالك وحطيت عليهم وما زلت بحط عليهم؟ المشكله ان الزملكاويه بيحفلوا على الاهلي عشان وسام ابو علي، والاهلي هيكسب من ورا وسام ابو علي 6,300,000 دولار. والزملكاويه اللي بيحفلوا على الاهلاويه دول لسه مختومين على قفانا في زيزو اللي راح الاهلي مباشره من غير ما نكسب جنيه واحد. من غير ما نكسب جنيه واحد راح مننا افضل لاعب داخل الزمالك اخر 10 سنين. راح عندنا واحد من اساطير النادي بارقامه. زيزو يا جماعه في 5 سنين مع الزمالك مسجل حوالي 85 هدف وعامل بتاع 70 اسيست. تقريبا زيزو في 5 سنين مع الزمالك مساهم بحوالي 180 جول مثلا، ولا 240، مش فاكر كام بالظبط. رقم في 5 سنين. ومشي مننا ببلاش بعد ما جالنا فيه 6 مليون دولار و8 مليون دولار. فاحنا قلنا لا، ما احنا مش هنبقى كوبري ومش هنبيعه عشان ما يروحش الاهلي. فقام راح الاهلي مننا على طول، خد اوبر من 100 عقبه، راح على الجزيره من غير ما نكسب ولا جنيه. يعني خسرت فيه 6 مليون و8 مليون دولار، ورايح تحفل على الاهلي ان وسام ابو علي عادي. يا عم الراجل بيدور على الفلوس ومصلحته، هو مش ابن النادي يعني، ده رمضان صبحي عملها. وسام ابو علي مش هيعملها. لكن برضو لا شفت حد بيغلط فيه
ولا صفحة بتغلط فيه، ولا حد بيغلط في والدته، ولا حد بيغلط في زوجته، ولا حد بيخوض في عرضه. كله بيقول من حقه يشوف مصلحته. عادي عادي، الدنيا عادية. ده فرق العقلية. خلاص الأهلاوية بقوا مدركين 100% إن الكرة احتراف. الأهلي اللي أنت بتحفل عليه ده كسبان من ورا منه أسامة أبو علي 6,300,000 دولار، لأنه خلي بالك جاله عرض رسمي من فريق أمريكي، كولومبوس الأمريكي. خلاص هو اللي هيفاوض أسامة أبو علي اللي كان بيتفاوض معاه، ووصل العرض ل 8 مليون دولار، والأهلي هيوافق على الأرض وهيحاول يطلع بأكبر استفادة ويبيعوا. ومن الاخر اسامه ابو علي عايز يروح امريكا علشان اعتقد زوجته، مش عارف والله متجوز ولا الدنيا ايه عندهم، تقريبا يعني زوجته على ما اعتقد في امريكا وعايشه هناك وهم مستقرين هناك. واكيد زي ما قلت لك اللاعب الاجنبي او اللاعب اللي جاي من بره بالنسبه له العيشه في دول الخليج، الامارات وقطر بالذات، او طبعا امريكا او اي دوري اوروبي احسن من مصر. ده مش تقليلا من مصر طبعا. فهو عايز يستقر في امريكا، علشان كده عايز يمشي ومتمسك ومثبت، لان جاي له زي ما قلت لك 5 مليون دولار راتب سنوي. دي قصه اسامه ابو علي. حد بقى هيقارن اسامه ابو علي بزيزو مع الزمالك، حد هيقول لك فين المبادئ يا اهلي؟ ما هي المبادئ بتطبق هي يا ابني، ما هو الاهلي هيبيعه يا ابني. يعني مبادئ انا مش فاهم. ما طبيعي لاعب، هو كل الناس لازم تيجي الاهلي عشان بتحب الاهلي؟ في اللي بيجي الاهلي عشان الفلوس عادي، في اللي بيجي الاهلي عشان البطولات طبعا، لكن الفلوس رقم واحد. يعني امال انا هاجي العب ببلاش؟ يا عم اللي بيروح الاهلي بيروح عشان الفلوس، فبيلاقي فلوس وبطولات. انما احنا اللي هيجي عندنا ليه؟ لا فلوس ولا بطولات، لا فلوس ولا بطولات، هيجي ليه؟ فبلاش يا جماعه كلام مرسل كده وتحس ان انت حافظ مش فاهم وانت بتحفل او انت بتتكلم. رحيل اسامه ابو علي لا يقلل من الاهلي شيء. والله العظيم 3 انا خايف عليك من الصدمه لما يبقى البديل بتاع اسامه ابو علي هو مصطفى محمد. ساعتها هندفن دماغنا في الرمله، هندفنها في الطينه بتاعت نهر النيل. انا كده خلصت حلقه النهارده. شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. السلام عليكم.